إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذه صفة أخرى وصف بها ربنا سبحانه عباده، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أيها الناس، قبل أن نشرع في هذه الصفة أحب أن أذكركم إلى أن هذه الصفات عندما نذكر الآية التي يثني بها ربنا سبحانه على من اتصف بها ونعقد بها جمعة ويذكر فيها ما جاء فيها، لأننا نريد أن نتصف بها، لسنا نريد أن نحفظ الآية ونعرف شرحها وينتهي دورنا عند هذا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قلنا إنهم حلماء، يجب أن تتصف بالحلم. حاول أن تتصف بالحلم. هذه الجمعة يعني هذا الأسبوع إلى الجمعة الأخرى تحلم إن لم تكن كذلك. إن كنت كذلك فاحمد ربك على أن يسرك أن تكون حامل وصف يحبه من غير تكلف منك. هو يحب ذلك فجبلك على شيء يحبه. إن كنت هكذا فاحمد ربك. إن لم تكن تخرج من الجمعة كما دخلت. حاول. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، التواضع تكون فيها خصلة. نكون كنقول شي كلمة إذا غضب مني، إذا أغضبني أحد نقول له واش ما عرفتيش شكون أنا، حيدتها شكون أنا لأنه سمعت يمشون على الأرض هونا. حاول تصبح. كنت واحد ما ترضاش نهضر معاه نقول له السلام عليكم، تبان فيا الصفة، لأني أنا يعني مشكلة ما جدوى أن نذكر هذه الصفات وأن نذكر كلام ربنا فيها ونذكر ما جاء فيها في القرآن وما جاء في الأحاديث وإحنا وما إحنا. يعني ثمرتها اللي كيولي نقرا أنايا راك تقرا معايا حفتيها. دورك أنت في أن تحفظها، في أن تعرفها. هذه راه حجة علي وعليك إن لم نكن نعمل بها. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحلم، إذا ديك الجماعة درنا تعلمنا التواضع، دابا خصنا نتعلموا الحلم قلنا هضرنا عليها. إذا جهل عليك لا تقابل جهلا بجهل. ماشي غير تخرج من الجامع وتزاحم في الطريق الطوموبيل بالرغوات وانت كنتي كتسمع الحلم. واخا ما كاين باس، ما غاديش تولي حالم من المره الاولى، ولكن غتتعلم تحمل نفسك على التحلم. ماشي كيمشي هادشي من البال، كنتفكروا حتى كنجيو للجمعه مره اخرى. وانت بالداعي جاء انسان يسال انسان من العلماء عن بعض العلم
بالكتاب والسنة، وكان ذاك الإنسان من العلماء أخبره بشيء قبله، قال له كذا كذا، فلما جاء فسأله مرة أخرى عن شيء جديد قال عملت بما أخبرتك؟ إن لم تكن عملت به فلم تكثر حجج الله عليك، فلم تكثر حجج الله عليك. فسلوا ربكم أيها الناس أن يوفقكم للعمل، كل هذا يراد به العمل، ما يراد به التجمل بين الناس، ولا تحفظ ولا يقول الناس راك حفظتي، ولا تقول لي الخطبة زينة. هادشي كل شيء لا ينفع عند الله. الذي ينفع عند الله وهو الذي تحتاجه، لأنك ستقف بين يديه، وهو الذي تحتاجه أن تعمل. قال ربنا سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فوصف عباده بأنهم يوحدونه، يعبدونه دون غيره، لا يشركون به. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. لماذا؟ لأن الشرك أيها الناس المصيبة العظمى الداهية الدهية التي لا يغفرها ربنا أبدا لمن مات مصرا عليها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفره، يغفر ما دون ذلك. الشرك أعظم ظلم في حق الله سبحانه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لفداحة هذا الظلم، لشدته، لقبحه، يقول ربنا سبحانه لنبيه وخليله وأحب خلقه إليه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لما تقرأ هذا الهدرة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وانت واللي من قبلك موسى وعيسى وإبراهيم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كل شيء درتيه انت، قال العمل اللي درتيه ما تقطعون انت حاجة منه. لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك ظلم عظيم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تجعل له ندا، هو خلقك، هو رزقك، هو قوة، هو شق البصر، هو شق السمع، هو سواك، وتعبد غيره. وسأخبركم أيها الناس فيما تستقبلوا إن شاء الله. أنا العبادة ماشي هو أنت كتجي تسجد لله وتسجد لشي حد آخر، ما هذه صور من العبادة. وتخاف شيء، تخاف المخلوق أكثر من تخاف مولاك، ترجو المخلوق أكثر من ترجو مولاك. كل أنواع العبادة التي ينبغي أن تصرفها لمولاك تصرفها لغيره. تجعل لله ندا في العبادة، في الخوف، في الرجاء، في التوكل، في الحب، تجعله ندا وهو خلقك. أنت واحد ما خلقك، هو اللي خلقك، هو الذي يميتك، هو الذي يطعمك ويسقيك، هو الذي إذا مرضت يشفيك، هو الذي نعمه عليك لا تحصيها وإن حاولت ذلك، وإن حاولت لا تحصيها بكثرتها عليك. ثم جعل الله ندا. أي الذنب أعظم؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ابن مسعود: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: ثانية نسيتها. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وروى البخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: يؤتى بأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، فيقال له:
لو كان لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به من شيء، أي حاجة في الأرض تكون ديالك، كل شيء اللي تاكل كيف في الأرض، كل شيء من شيء، أي حاجة كيف ما بغات تكون راه ديالك، أكنت تفتدي به اليوم، تعطيه كامل غير. وهذا شكون؟ أهوان أهل النار عذابا. فيقول هو نعم، نفتدي نعطي كل شيء غير الخرناج. فيقول الله سبحانه له كذبت، لقد أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك به فأبيت إلا أن تشرك به. كذاب، أنا قاعد طلبت منك في الدنيا، طلبت منك أنا تصدق كل شيء، لا طلبت منك وصلبك منك كيف صلبك آدم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وأنت في صلب آدم، طلبت منك ألا تشرك بي فهينا لكنك أبيت إلا أن تشرك بي. كلكم أيها الناس يعرف كيف كان لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن يعلمهم ورأفته بهم ورحمته وحسن تعليمه للجاهل. كلكم يعرف حديث الصحيحين لما دخل أعرابي يريد أن يبول في المسجد، ما عرفش أراد أن يبول في المسجد، تخيل ذلك، وابتدره الصحابة يقومون إليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نعرف جاهل هذا، قال لا تجرموه، خلوه يبول، لا تقطعوا عليه بوله، خلوه يبول في الجامع. ثالثا يقول ديالو يا أعرابي إن هذه المساجد تصلح لها الشيء، ماشي مراحل ودي كذا، وعلموه بالخطأ. معاوية الحكم السلمي أيضا حديث عن الإسلام تيصلي، أعطس شي واحد قال لي ويرحمك الله الناس تيصلي، ومن بعد الصحابة جعلوا ينظرون إليه زعما بيسكت، بداو كاع تيضربوا على صدرهم باش يسكت، وبدأ يقول لهم واتكل أميات ما لكم تنظرون إليه الصلاة. ما عرفش أنه الصلاة ما خصهاش يتكلم فيها، حدثوا عن الإسلام. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم صرف علمه اللطف، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي تسبيح والتهليل وقراءة بالخاطر باللطف. داكشي حتى هو تيقول، لذلك قال هذا معاوية بن الحكم السلمي بأبي هو أمي ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، ما كهرني ولا نهرني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء. هذا تعليمه، لكن تعليمه صلى الله عليه وسلم إنكاره صلى الله عليه وسلم على ما كان يغلط في جناب التوحيد كان على غير هذا. سأخبركم كيف كان كل ما تسمعون. استغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. من كان يغلط في جناب التوحيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلظ عليه. روى مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يخطب فيقول من يعصي الله ورسوله فقد رشد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، وجهه تقول عليه أنت خطيب خيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يكون من عادته أن يلقى الناس بما يكرهون في وجوههم، لكن هذه قبيحة الكلمة اللي قال، لأن لها مسا بجانب التوحيد. وفاش جمع الله الرسول ضمير واحد قال ومن يعصيهما، هذه ما قبلهاش النبي صلى الله عليه وسلم، بحال كأنه جعل مرتبة الله ومرتبة رسوله صلى الله عليه وسلم واحدة، ضمهما ضمير واحد ومن يعصيهما. فقال له صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. اعطف الرسول على الله ماشي تقدم بجوج. شو غريب، ما شرك مادة، ولكن هذا جناب التوحيد. لماذا؟ لأن الشرك خطير، سمعتوه لا يحبطن عملك، والكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله.
لا يحبط. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور منه الشرك، لكنه في غاية التهديد لأمته التي يتصور منها الشرك. تقول هذه الأمة إذا كان خير الخلق لم يشفع له كونه محبوبا عند الله، بل كونه أحب الخلق إلى الله لم يشفع له، ما صنعه من جهاد ومن هجرة ومن إيصال رسالة الله وكلمة الله إلى خلق الله، ومن تحمل في ذلك ما تحمله سبحانه، كل هذا لم يشفع له. ولئن أشرك لا يحبطن عملك. ماشي انت، نوح قبل منك 950 سنة لا تشفع له، إبراهيم عليه السلام الذي قذف في النار وأمر بذبح ابنه وكذا لا يشفع له شيء. كل هؤلاء لئن أشركوا لا يحبطن عمله. قبح خطير. ولهذا تفهمون لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من إرشاد أمته إلى ذكر هذا الذكر، لا إله إلا الله. لماذا تجيء الأحاديث كثيرة في هذا الذكر؟ تدرون لماذا؟ لأن هذا الذكر هو كلمة الإخلاص، هي كلمة البراءة، تبرأ من كل معبود إلا الله، لأنك تقول لا إله إلا الله. هي كلمة الخلاص، كلمة الخلاص عند الله يوم القيامة، كلمة النجاة عند الله. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا وحده لا شريك له توكيد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله فهمنا منها أنه لا إله إلا الله، زاد وحده هذه فهمناها غير من لا إله إلا الله. لماذا يضيف إليها وحده؟ توكيد ذلك المعنى الذي اقتضته، ثم أكد بعد توكيدا آخر لا شريك له، مع أن لا إله إلا الله وحدها مؤكدة لأن فيها لا إله إلا الله. هذا اسم حصر، يعني ما كاين شيء إله نهائيا إلا الله، هي وحدها مؤكدة. وزادها تأكيدا ثانيا وحده، وزادها تأكيدا ثالثا لا شريك له. يتفهموا أن هذا المعنى راه لا بد تمشي عند الله وانت تعتقد هذا الشيء في قلبك، داخل عندك في قلبك لا يقبل أنه تكون فيه شي حاجة أخرى. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه اعتق من الرق 10 رقاب، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 خطيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل منه. لا إله إلا الله. في حديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل الذكر. في الحديث رواه الترمذي وابن ماجه الحديث الجميل جدا 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 الذي ينبغي يا عباد الله أن تحفظوا هذا الذكر، أن تعضوا عليه بنواجذكم، أن تذكروه. هذا بعد ما ينعش الواحد إذا ما قالوش أذكار، لأنه تقدر هذاك النوم راه الموت الأسرع، تقدر تنعس ما تفكش. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال الرب: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده، قال الرب: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا شريك له، قال الرب سبحانه: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال الرب سبحانه: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. فإذا قال العبد لا إله إلا الله
ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الرب سبحانه: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال صلى الله عليه وسلم: من رزقهن عند الموت لم تمسه النار. 5 جمل كلها مبنية على لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده. لا إله إلا الله لا شريك له. لا إله إلا الله له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من رزقهن عند الموت لم تطعمه النار، وفي رواية لم تمسه النار. فهذا أيها الناس أفضل رزق يمكن أن ترزقه ما حي. من رزقهن. نسأل ربنا سبحانه أن يرزقنا هذا الذكر عند الموت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآخرنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين. اللهم هيئ له البطانة التي تعين على الخير. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.